استقبل السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الثلاثاء 31 يناير 2023 السيد عبد الله بن سعد الغريري سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية بمعية الأستاذ فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي المشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب في الفترة الممتدة ما بين فاتح و11 فبراير 2023. خلال هذا اللقاء عبر سفير المملكة العربية السعودية في البداية عن تهنئته بمناسبة الوجه المشرف الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت مؤخرا في قطر، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل تطوير كرة القدم المغربية. كما عبر السيد فهد بن سعد بن نافل عن امتنانه وشكره على حفاوة الاستقبال وتوفير كل الظروف الملائمة لتهيئ النادي السعودي لبطولة كأس العالم للأندية من خلال وضع ملاعب مركب محمد السادس لكرة القدم ومرافقه رهن إشارة فريقه، مبديا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع الأندية ومكونات كرة القدم المغربية. ومن جهته شكر السيد فوزي لقجع سفير خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرباط السيد عبد الله بن سعد الغريري ورئيس نادي الهلال السعودي السيد فهد بن سعد بن نافل عن هذه الزيارة التي تدخل في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة في مقدمتها كرة القدم، مؤكدا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضع جميع إمكانياتها ومؤهلاتها من أجل الرقي بكرة القدم في البلدين.